اتفرج على الفيديو ده كويس واحفظ الاعدادات دي عندك عشان تقدر تسهل عليك عملية الطباعة في الليبل المخصص للصيانة او لقطع الغيار او للمنتجات. هنفتح كنترول بانل وهنختار اعدادات البرينترز، ومنها هنشوف الطبعة بتاعتنا اللي مسؤولة عن الباركود. انا عندي الطبعة هنا اكس برينتر هي اللي مسؤولة عن طباعة الليبل، فهوصلها عشان تنور معايا. اضغط كليك يمين واختار برينتر بريفرنسز، وبعدين اختار من الاختيارات دي بيج سيت اب اول واحدة. هنا انا كنت ضايف المقاس الكبير اللي هو 60 في 40، بس الوسط اللي هو بيبقى 38 في 25. وهنعدل الاعدادات بتاعتنا. هنختار 38 في 25. ده الليبل المتوسط، ونحفظه باسم وسط مثلا او ليبل متوسط او كده، بحيث ان هو يسهل عليك وانت جاي تطبع تختار لو عايز تغير اعدادات الطباعة. بعد كده هنعمل واحد جديد للمقاس الصغير خالص، اصغر ليبل، بحيث ان انت يبقى عندك التلاتة. طبعا الليبل الصغير خالص ده ممكن تستخدمه في قطع الغيار، اما الكبير فهو يفضل للصيانة لانه بتبقى الكلام فيه واضح، او الوسط. هنا طبعا غيرنا المقاسات، الطول خليناها 15 او 13، وهنحفظه برضو باسم صغير. طبعا انا بعد ما حفظت المقاسات هختار الاسم برضو عشان يسهل عليا. انا بطبع فلاقي عندي المقاسات اللي انا اخترتها بالاسماء اللي انا كتبتها، اسم الليبل الكبير وهكذا. هنا طبعا احنا عملنا الثلاث مقاسات، سواء المقاس الكبير خالص والوسط والصغير. نعمل ابلاي اوكي.